إياك أن تحزن إن أحسنت وأسيء إليك. إياك أن تحزن إن أطعمت وغدر بك. إياك أن تحزن إن ابتسمت وعبس في وجهك. إياك أن تحزن إن داويت وأذيت. إياك أن تحزن إن أسكنت وشردت. إياك أن تحزن إن أسقيت وأصابك العطش. سيدي الفاضل، من روائع القرآن أن الله يحذرك بأسلوب رائع جميل. يا سيدي، من اشتريت له وسادة لينام سيرثني عند أول حينما أضع رأسي في قبري. نعم، سيبكي ويجلس على قبري، لكن سينسى وينسى. ما أجمل التعبير القرآني: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كأن الله عز وجل يرسل لك رسالة خفية أنه ستنسى. ما جمعت سيؤخذ وتنسى. نقلت لهم التراث والإرث والمال وحب المال، لكن ذهبت لوحدك فستنسى. لهذا لا تسعى كثيرا لإرضاء أحد، ولا تحرث البحر لإرضاء أحد، ولا تنقل جبلا لإرضاء أحد. وإياك أن تحفر بئرا تجهد نفسك لتسقي الناس وتمت غرقا. وازن بين ذاتك وإرضاء نفسك وغرورك وبين حاجة الناس. وازن بين أخلاقك وسعة الأخلاق مع الناس وبين أخلاقك لذاتك ونفسك في إسعاد نفسك. وازن بين أن تنفق على الناس لتسعدهم وبين أن تنفق على ذاتك لتسعدها. وازن بين ما تسمع ما يؤذيك وما تسمع ما يسعدك. وازن بين عملك وأسرتك. وازن بين صديقك وحبيبك. وازن بين والدتك وبين أهل بيتك. وازن بين إرضاء نفسك وإرضاء الناس. وازن بين فكرك والمنطق. وازن. الحياة موازنة. كل شيء يجري على الأرض لابد له من ميزان ما بين اليمين والشمال ليستمر في المشي، وأنت ما زلت حيا لابد أن توازن. وازن بين طعامك وشرابك وبين حركة جسدك. وازن بين ثقافتك وما بين اطلاعك وما بين تعليم الناس. وازن بين نومك وبين سهرك. هي موازنة. لهذا وازن بين حبك لما تملك وبين حبك لذاتك فيما تملك. إياك ثم إياك أن تجعل ما يصدر عن الناس سهام لتسقطك أو لتؤذيك أو لتجرحك. لم يسلم من الناس رب العباد. لا تعلو فوق قدر الله. إياك لا تعلو فوق قدر الله، فالله ما مسك ألسنة الناس عن ذاته، فلا تطالب الله بما لم يفعله بذاته. يا سيدي رضي الله تعالى، إمام الحكمة، قال علي رضي الله تعالى عنه: التغاضي نصف العافية. فيا سيدي عش بذاتك. التغاضي سيد العافية. التغاضي هو نصف العافية. فإياك ثم إياك أن تجعل صحتك درعا لمشاكلك. إياك ثم إياك أن تجعل صحتك مواجهة مع مشاكلك، بل أعظم مواجهة لحل المشكلة ألا ترى المشكلة، أنه ستنسى. ما جمعت سيؤخذ وتنسى. نقلت لهم التراث والإرث والمال وحب المال، لكن ذهبت لوحدك فستنسى. لهذا لا تسعى كثيرا لإرضاء أحد، ولا تحرث البحر لإرضاء أحد، ولا تنقل جبلا لإرضاء أحد. وإياك أن تحفر بئرا تجهد نفسك لتسقي الناس وتمت غرقا. وازن بين ذاتك وإرضاء نفسك وغرورك وبين حاجة الناس. وازن بين أخلاقك وسعة الأخلاق مع الناس وبين أخلاقك لذاتك ونفسك في إسعاد نفسك. وازن بين أن تنفق على الناس لتسعدهم وبين أن تنفق على ذاتك لتسعدها. وازن بين ما تسمع ما يؤذيك وما تسمع ما يسعدك.
وازن بين عملك وأسرتك، وازن بين صديقك وحبيبك، وازن بين والدتك وبين أهل بيتك، وازن بين إرضاء نفسك وإرضاء الناس، وازن بين فكرك والمنطق، وازن. الحياة موازنة، كل شيء يجري على الأرض لابد له من ميزان ما بين اليمين والشمال ليستمر في المشي، وأنت ما زلت حيا لابد أن توازن. وازن بين طعامك وشرابك وبين حركة جسدك، وازن بين ثقافتك وما بين اطلاعك وما بين تعليم الناس، وازن بين نومك وبين سهرك، هي موازنة. لهذا وازن بين حبك لما تملك وبين حبك لذاتك فيما تملك. إياك ثم إياك أن تجعل ما يصدر عن الناس سهام لتسقطك أو لتؤذيك أو لتجرحك. لم يسلم من الناس رب العباد. لا تعلو فوق قدر الله، إياك لا تعلو فوق قدر الله، فالله ما مسك ألسنة الناس عن ذاته، فلا تطالب الله بما لم يفعله بذاته. يا سيدي قالها علي رضي الله تعالى، إمام الحكمة، قال علي رضي الله تعالى عنه: التغاضي نصف العافية. فيا سيدي عش